سلام سلام خياتي، سلام سلام عميراتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم جيت وجبت لكم تحلية بزاف هايلة، ان شاء الله ربي يحل ايامكم ويحل يسعدكم ان شاء الله يا ربي. ربي يهنيكم يا البنات. نعرفكم ولا ما نعرفكمش، ديما نقول لكم ربي يهنيكم، سيرتوا المتتبعات تاعي نقول لكم نورتوني وشرفتوني. يعني اللي غير كيما دخلت عندي نقول لك مرحبا بك عندي حبيبتي. فوالا هنا البنات جبت لكم تحليه بذوق الشوكولا بزاف بنينه، صدقوني قراب هايله، مكونات جد بسيطه وتوجد ليه يعني 5 دقائق وانتي وجدتي هذه التحليه سهله اقتصاديا. نروح نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو قبل ما نبداو نصليو على رسول عليه الصلاه والسلام ونقولوا بسم الله على بركه الله. اول حاجه هنا في الغيسيبيون تاعي البنات نبداو بالكريمه، نطلعوا الكريمه تاعنا. واش عندي يا البنات؟ عندي كاس ونص تاع الكريمه السائله. هنا درت عليهم كاس غير ربع تاع الحليب، من بعد كملت الربع هذاك تاع الكاس بالماء، يعني عاودت طلعت بالماء. عندي ملعقه هنا كبيره تاع شوكولا اتارتيني، فوالا هاي لكم هنا حطيتها هنايا باش يعني يجيني الذوق. يعني بما انه التحليه تاعنا راهي بذوق الشوكولا حبيت نزيد هنا باش تعطيني بنه على بنه. تقدروا ما عندكم الشوكولا اتارتيني تقدروا ديروا باطاطا ياغورت بذوق الشوكولا، ولا تقدروا ديروا ملعقه كبيره تاع الكاكاو، لكم الاختيار. نطلع هذا الخليط كامل بالباطور حتى نتحصل على انموس ولا كريمه تكون طالعه شونتيي، تكون طالعه فوالا بهذا الشكل. شوفوا ما تكونش طالعه مليح على شكل موس، فوالا شوفوا هكذا حبيتها تكون هكذا كريميه. نجيو هنا البنات نديرو هنا نعمروا الكيسان تاعنا. هنا اول حاجه الطبقه الاولى البنات واش راح ندير؟ راح جبت الكيسان هادو ولا لي فيغين هادو اللي راح نقدم فيهم، وجبت هاد البسكوي ولا هاد الكاطو بذوق الشوكولا. ديروا عفوا اي كاطو عندكم بذوق الشوكولا، تقدروا ديروا ماكسون، تقدروا ديروا اي كاطو عندكم. انا درت هذا ماكس كان متوفر عندي درتو. تقدروا تشربوه بالحليب ولا بالقهوه. انا هنا باش نخفف شويه تاع الحلاوه شربته بالقهوه مره، يعني كانت عندي قهوه مره. حاولوا انكم تكون هذيك القهوه شويه سخونه باش يتشرب لكم مليح هذا الكاطو، لانه راهو مذوب لي 2 طبقات باش يتشرب شويه مليح وما يقعدش معكم يابس. فوالا جبت هنا شربت بهذه الطريقه حوالي 2 مغارف صغار ولا ملعقه كبيره تاع القهوه نشرب به هذاك الكاطو. شوفوا هنا هذيك الكريمه تاعي كيفاش راهي كريميه. حبيتها انا بهذا الشكل، يعني ما حبيتهاش تكون انموس باش ما تجيناش تقهم. حبيتها بهذه الطريقه باش ندخلوها للثلاجه. كي ندخلوها للثلاجه يعني الكونجيلاتور حوالي 2 سوايع 3 تكون جامده معنا كيما ناكلو، يعني كي نجيو ناكلو فيها كيما ناكلو لا كريم. فوالا جات ولا اروع. هاد التحليه على شكل يعني طعم تاع لا كريم. فوالا عمرت الكيسان تاعي بهذه الطريقه. هاد الكميه دارت لي 7 ولا 8 تاع لي فيغين، جات كميه ما شاء الله. فوالا شوفوا عمرت الكيسان تاعي هكذا دخلتهم للثلاجه. شوفوا تجمدت لي هذيك الكريمه شفتوها كيما قلت لكم تجي بطعم لا كريم، يعني كي ناكلوها ناكلو نحسوا رانا ناكلو في لا كريم. فوالا بهذا الشكل كي تحصلت على هذيك يعني كي جمدت لي بهذيك الطريقه. جيت هنا واش درت يا البنات؟ جبت 100 غرام تاع شوكولا بذوق الحليب شوكولا اولي، ذوبتها على حمام مائي، زدت لها ربع كاس تاع الحليب وملعقه تاع الزيت. فوالا تحصلت على هذا الكاناج كيما راكم تشوفوا بزاف هايل. جيت هنا فوالا ندير الطبقه الاخيره بهذا الشكل. فوالا حوالي 2 مغارف كبار تاع الشوكولا بهذه الطريقه. هنا كي ديروا لها الحليب والزيت ما رايحاش تيبس معكم هذيك الطبقه تاع الشوكولا. هنا راح نخليها تزيد تبرد وهذيك الشوكولا يعني تجمد وتحكم روحها. جيت هنا زينتها بخطوط هكذا، درت خطوط تاع شوكولا اتارتيني من الفوق هكذا. وانتم زينوا بواش حبيتوا يا البنات. صدقوني هذه التحليه اللي ما جربتهاش راتات بزاف. جربوها اغتنموا الفرصه وديروها على شكل ايس كريم
ولا لا كريم تجي بنه. قدموها في السهره، يعني كي تكونوا قاعدين ساهرين كلوها هكا، تبنجوا بها. روعه روعه صدقوني، بنتها ولا اروع. يعني انا من عشاق الشوكولا، شقت فيها، وباذن الله رايحه نزيد نعاودها مره ومرتين وثلاثه. يعني ما رايحاش نستغنى عليها لانه سهله ومكوناتها بسيطين، يعني رايحين يتواجدوا في كل بيت. يعني كي تكون عندك شونتي في الدار وشوكولا ديريها، واستمتعي بها ليك انتيا ولا لعائلتك لولادك، سيرتو الاولاد اللي يحبوا الشوكولا هذه رايحين يعشقوا فيها. حبيبتي اذا وصلتي معايا لحد هنا نقول لك ما تنسينيش بداك الجيم للفيديو. طلعي لي الفيديو بالجيم، خلي لي كومنتار ولو نقطة باش تفرحيني وتشجعيني ونزيد نقدم لك اكثر واكثر. اللي دخلت معايا جديدة نقول لك مرحبا بك، نورتيني. ان شاء الله تبقاي معايا حتى الاخر. وجودك يشرفني. نقول لكم تهلاو في رواحتكم مع وصفة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة حبوباتي.